الجوال قوة يستهتر بها وبأثرها، وهو قوي التأثير لدرجة أنه قتل الهاتف الأرضي، وقتل التلفزيون، وقتل الكمبيوتر، وقتل الساعة، وقتل الكاميرا، وقتل الراديو، وقتل المصباح، وقتل المرآة، وقتل الصحف والمجلات والكتب، قتل محفظة الجيب البوك، وقتل التقويم المكتبي أو المذكرة، وقتل حتى بطاقة الصراف وبطاقة الائتمان. ولكن أسوأ جزء هو أنه أيضا قتل العديد من الأزواج والزيجات، قتل العديد من العائلات والود والألفة الأسرية، قتل الطلاب وأبعدهم عن طريق النجاح، وجعلهم كريشة في مهب الريح. قتل مجالسنا ونزع منها طعمها، وهو كذلك يقتل أعيننا، ويقتل العمود الفقري، ويقتل أعناقنا، يقتل عقلنا ويغير ثقافتنا، وهو في طريقه للقضاء على الجيل القادم. إذا لم نراقب أنفسنا فسوف يقتل أرواحنا ويقسي قلوبنا، ويجعل الأجيال القادمة تندم حيث لا ينفع الندم.